لماذا الصمدية الشريفة تعادل ثلث القرآن؟ ثلث القرآن بمعناها وحكمتها. هنالك آية مذهلة في الصمدية الشريفة تقول: الله الصمد، آية مستقلة متكاملة بكلمتين، الله الصمد. هذه ليست صفة إلى الله، هذه خواص الله. حينما جاء اليهود إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا: انسب لنا ربك، لم يقولوا صف لنا ربك أي السميع البصير العليم، قالوا انسب، نريد خواص الإله المباشرة. فنزلت الصمدية الشريفة: قل، أي قل لهم، قل هو الله أحد وليس واحد. الأحد كله يرى وكله يسمع وكله متجانس. جاءت الله الصمد. ماذا يعني الله الصمد؟ كل الكون على الإطلاق إذا حللنا المواد وكل المواد سنصل إلى خيوط وبينها فراغات، خيوط الطاقة. الله سبحانه وتعالى بكلمة الصمد، وهنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعطى تفسيرا مذهلا وعلميا مذهل بهذا الكلام. سأله الصحابة الكرام: ما معنى الله الصمد؟ فقال: الذي لا جوف له. كلام في منتهى الإعجاز العلمي. نسمي الحجر الصمادي هو الحجر الأملس الذي ليس فيه فراغات، هذا نسميه الحجر الصمادي. فأصبح المعنى أنه الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى بنوره الكريم، نور على نور على نور على نور بكثافة 100%، الله بنوره الكريم يملأ كل الكون وكل الفراغ بين خيطي طاقة، لم يترك أي مجال حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم، من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية، ولم يترك أي فراغ بين خيطين طاقة، حاشا إلى إله آخر ليدخل ويتصرف. قال: خلص، الله الصمد مسيطر حتى بين خيوط الطاقة. من هنا جاءت الكلمة سورة النور: نور على نور. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم حديثه المذهل عن الله يعني سبحانه وتعالى: الذي لا جوف له، أي لم يترك أي فراغ في الكون حتى بين خيطي طاقة إلا ملأه بنوره الكريم، فنور على نور. ومن هنا نجد علميا ماذا يعني الله الصمد.